السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد البنات. اليوم جبت لكم الطريقه باش تصاوبوا بات البيتزا اللي غتصدق معكم وغتنجح لكم من اول استعمال. غناخذوا البنات 4 ديال الكيسان ديال الفرص الرطب اللي مغربلين، 4 يكونوا مغربلين البنات. شويه د الملحه، شويه ديال البزار، معلقه صغيره سنيده، معلقه صغيره د الخميره معجونه، شويه ديال الزعتر، نص كاس ديال الزيت بلديه، كاس ديال الحليب بارد والماء بارد باش نجمعوا العجينه البنات. الماء على حسب الفرص، انتم على حسب القياس. دابا ان شاء الله نوريكم الطريقه باش غادي القوام ديال العجينه كي خصها تكون. كنضيفوا البنات داك الملحه والبزار وديك معلقه ديال سنيده صغيره، معلقه صغيره ديال الخميره. غادي ناخذوا البنات داك الزعتر كنحكوه بين يدينا هكا ونديروه حتى هو نزيدوه كيعطيها مذاق زوين. الزيت، حليب، ناخذوا البنات الضراب اليدوي باش نجمعوا به في الاول. صافي ونبداو نزيدوا الماء شويه بشويه وحنا كنخلطوا. بحال كتصوبوا البنات الطريقه بحال الا كتعجنوا البغرير بحال هكاك البنات. مروا بهذه الطريقه وبقاو نزيدوا الماء شويه بشويه شويه بشويه. نجريو هادشي البنات بزاف وما تجيش عاود ثقيله بزاف. انا غنوريكم ان شاء الله الطريقه، غير تبعوا معايا المراحل كلها باش تحصلوا على النتيجه اللي ان شاء الله اللي ترضيكم. صافي خلطوها مزيان. صافي البنات، ما صافي هذا هو القياس اللي خصكم تحبسوا فيه، تعاودوش تزيدوا الماء. هذا هو القوام اللي بغينا نوصلوا له. غطوها البنات باش تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها وتخمر مزيان. من بعد البنات ما كتخمر هانتوما شوفوها تزاد الحجم ديالها وخمرات مزيان، عطيوها الوقت الكافي. كي كتجي البنات غادي نعاودو نزيدو 2 كيسان اخرين ديال الفورس الرطب، 2 كيسان و3 الكيسان ديال الفينو. حنا كنزيدو كاس بكاس وحنا كنعجنوها عاود بيدينا بحال كنجمعوا العجينه هكا عادي بحال كنعجنوها. نزيدو كاس ديال الفينو الاول ونجمعوها عاوتاني. نتمنى البنات تبعوا هاد المراحل باش تنجح معكم البنات. تبعوا هادشي كامل. زدنا الثاني غنخلطوا كلشي باش استجملنا داك الفينو مع الفورس. نزيدو البنات زدت غير النص، قلت ربما يكون كافي. الساعه من بعد البنات لقيتو لا جاب كاس اخر نيشان. صافي نديروها فوق سطح العمل وناخذوا شي موس ولا شي قطعه. انا درت بهاد القطعه ديال البيتزا نقطعوها باش نكوروها كويرات هكا باش تسهل عندنا في الدليك المدلك. ما بغيتش ندير وحده كبيره باش ما تعذبكمش البنات. قسمتها على 4. كناخذوا البنات الخبيزه الاولى اللي كورنا، هي الاولى هي اللي غنطلقوها. واخا البنات راه كتكون سهله العجينه كلها في الطليق. طلقوها البنات بالمدلك مزيان ونرشموها بالفرشيطه. من بعد البنات ما كنطلقوها راه كتكون سهله كيف ما قلت لكم البنات في الطليق. كان هذا نتقبوها هكا بفرشيط ولا شي حاجه هكا، فرشيط ولا كاين اللي عنده واحد اللعيبه بحال الشباكيه وكنرشموها بهذا المريشم هكا دوائر. انا البنات كندير هاد ميني بيتزا كتجيني زوينه وعمليه وكتجي حتى في التعمار ديالها زوينه حتى بالديكور. بغيتو ديروها كبيره ديروها نفس العجينه البنات تخدموا بها كلشي. صافي نستفوها في اللاطو ندخلوها للفران. الفران البنات يكون سخون من قبل.
بصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي ديالها كي كتجي. ديروها كيما بغيتو، ما ميني بيتزا اما بيتزات كبار اما اللي بغيتو البنات، اللي جا على خاطركم نتوما. وبصحه والراحه، ونتمنىكم تجربوها البنات وتردوا عليا في لي كومونتير. وبسلامه البنات، الى فيديو جديد ان شاء الله.